بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده فرحانين وبالصحة والستر كده مبسوطين. تعالوا النهاردة نعيد فيديو تاني يا جماعة. والله انا بعمل لكم اللي انتوا عايزينه، واللي هو يعني الطريقة اللي ترضيكم، بحيث تطلعوا من الفيديو مستفيدين لأقصى درجة. بأمانة ربنا انا بديكم المعلومة زي ما انا بعملها، والله ما ببخل عليكم بأي حاجة. حتى المتابعين بتوعي الجمال اللي بيتصلوا عليا يقولوا لي احنا نعمل كذا ازاي كذا ازاي، باشرح لهم وبيبقوا مبسوطين جدًا وبيقولوا لي والله ربنا يبارك لِك، أنتِ بتدّي لنا اللي ما حدش بيدّهن. النهارده هنعمل المُرتة من ال 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 الخ من المُرتة من خَض اللبن، أو من الخَض بتاع السمنة الزبدة السايحة. وكمان هاعمل معاكم المُرتة والمِش، وهاقول لكم البدايل بإذن الله. لو أنتِ ما عندكيش إيه تحطّي إيه أو تستخدمي إيه. بس النهارده هاطوّل بقى الحلقة شوية وهاعمله لكم إيه باستفاضة، عشان أحاول أقول لكم المعلومة صح كده زي ما يكون أنتم اللي عاملينها بالضبط. يعني أقول لكم كل حاجة بحيث إن أنتم تعملوا الفيديو ما يكونش حاجة واقفة قدّامكم خالص. زي ما أنتم شايفين أدا الفيديو أهوّة، هنسمّي بالله ونصلّي على الرسول كده زي ما إحنا متفقين. أنا طبعًا باعيد لكم الفيديو، يعني في مشاهد كتير متكررة، بس ما فيش مشكلة. ده اللبن بتاعي اللبن الرايب، باشيل الوش بتاعه وباعمل للوش دهوّة زبدة. يعني أنتِ بقى لو أنتِ ما عندكيش اللبن الرايب أصلًا ممكن تشتري قشطة عادي، أنا بادّيكِ بديل أهو. اشتري قشطة وخُضّيها هيطلّع معاكِ خَض. امسكي الزبدة سيّحيها هيطلع معاكِ شوية إيه، شوية مُرتة. هاقول لِك تعملي فيهم إيه. آدي الزبدة سيحتها زي ما أنتم شايفين، والمُرتة تحت أهي زي ما أنتم شايفينها تحت أهيّة في أرضية الحلة أهو. وأديني صفّيت الزبدة بتاعتي بعد ما ساحت خلاص. طبعًا الزبدة دي أنا كنت حاطة معلقتين ملح، يعني لكل كيلو حُطّي معلقتين ملح. هنا باقول لكم أنا عندي أكتر من وعاية كان فيها كان فيها مُرتة، بس عادي أنتِ ما تشغليش بالِك. أنتِ اعملي المتاح معاكِ. يعني مثلًا هتسيّحي 2 كيلو زبدة، خلاص تعالي سيّحيهم وبعدين أدا المُرتة أهيّة بتاعتهم. حاولي تحمّريها شوية عشان تدّيكِ لون اللي أنتِ هتشوفيه في الآخر، أو اللي أنتِ شُفتيه في الأول، لون المُرتة اللي هو الدهبي الغامق الحلو ده. طبعًا ده إيه، ده الخَض يا جماعة. أنا عملت الخَض أهو، ده خَض ادّيته كل كيلو خَض ادّيته معلقتين ملح، وغليتهم كويس أوي على البوتاجاز ييجوا ربع ساعة، وبعدين ضربتهم بالخلاط وصفّيتهم زي ما أنتم شُفتم. أدي الخطوات سهلة وبسيطة معاكم أهو. يبقى ما فيش أي تعقيد خالص يا جماعة. علشان أنتِ بتصفّي الخَض ليه، علشان التجبينة بتاعة الخَض بيبقى في تجبينة كده، أنتِ تشيلي التجبينة ديّة مش مستحبة بقى. يبقى هو صافي كده وده وملمسه ناعم. في الناحية التانية للمدى أهوّة، أديني قدّامكم باحمّص المُرتة بتاعتي عشان تدّي لون دهبي كده جميل زي ما أنتم شُفتوا في الفيديو كده في الأول. طيب صفّيت الخَض وحطّيت الكمية بتاعتي والدنيا مضبوطة ومِيَّة، مِيَّة. طب يا نعمة بقى أنا ما عنديش خَض، أعمل لِك إيه؟ أنا ما عنديش خَض. طب يا حبيبتي ما فيش مشكلة، هاتي لبن بقر. لبن بقر ما فيش أي حاجة خالص، عادي جدًا. هاتي لبن بقر، زوّدي المُرتة بتاعتِك. مثلًا لو أنتِ مسيّحة 2 كيلو سمنة، هيطلعوا لِك شوية مُرتة مثلًا 3، 4 معالق، 5. حُطّي لهم إيه، حُطّي لهم كيلو لبن بقر. اللي أنتم شُفتوه ده مُرتة أنا حارقاها علشان تبقى لونها المِش. لمّا تبقى في المِش دي مُرتة مِش اللي هتتعمل في الأول دي، عشان تبقى مديّة غمقان كده. يعني في ناس بتطلب منّي أنا عايزة مُرتة للمِش وعايزة مُرتة للأكل. دي مُرتة المِش، والمُرتة الأكل أنتم هتشوفوها برضه وهاورّيها لكم في النهاية. بتبقى إيه، بتحمّصي بس المُرتة بتاعتِك بتبقى لونها يعني بُني غامق، ما تحرقيهاش. حلو كده. ادي الخطوات قدامِك يا حبيبة قلبي يا ست الكل. وأنا قُلت لِك البدايل، بديل الخَض يبقى لبن بقر، ما فيش مشكلة خالص. طب أنتِ ما عندكيش السمنة ومش هتقعدي تجيبي بقى هاتي قشطة جاهزة واعمليها. هاتي لو أنتِ عايزة الخَض هاتي قشطة وخُضّيها وهيطلع لِك خَض. طب أنتِ لو مش عايزة اشتري زبدة. لو أنتِ مش عايزة تعملي خَض بقى وتوجعي دماغِك، اشتري الزبدة، سيّحي الزبدة، وبعد كده شوية المُرتة حُطّي عليهم لبن. طب أنتِ شُفتِ بقى الخطوة ديّة إيه. أنا باهدّي النار بقى خالص بعد ما حطيت الخَض أو اللبن بتاعِك على المُرتة. هادّي خالص، عارفة خلاص بقى هتصفى خالص، وهتبقى بقوام المهلبية اللي أنتِ لسه هتغرفيها. بعد ما تبات بتكون جمدت بقى. أنا بِعت زي ما أنا قُلت لكم في الفيديو اللي فات، أنا كنت بِعت 2 كيلو من المُرتة ديّة قبل ما أخلّص لكم الفيديو. بس لمّا صفيت خالص هتشوفوها دلوقتي على نار هادية خالص. هي الخطوات ما فيش فيها خطوات، أنتِ تسيبيها على نار هادية ممكن تقعد معاكِ 3 ساعات، على شمعة كده. كل نُص ساعة تروحي تقلّبيها إيه تقليبتين كده وتسيبيها. زي ما أنتم شايفين أهوّة، أدى الخَض على المُرتة. طب ما فيش خَض يا نعمة، يبقى لبن يا حبيبتي. حُطّي لبن بقر، اغليه
وحطي او من غير غليه مفيش مشكله خالص، هي نفس النتيجه. هو احنا بنقول الخض ليه؟ بنقول اهو كده كده طالع لنا من السمنه، هنوديه فين؟ علشان كده كده اصلا ايه، القشطه لما بتحولها لزبده بتخسر معاك. ادا المرتة اهي يا جماعه بعد ما صفيت خالص، هي مفيش فيها خطوات. وديت مرتة تانية، يعني ايه يعني هي نفس المرتة، هي دي مرتة ودي مرتة، مفيش مشكله خالص فيهم، نفس الخطوات اللي انا قلتها لكم. وانا كده بعبي كيلو كمان، انا كنت بعت 2 كيلو وده كيلو كمان في ناس طالبينه، لان انا هعمل الباقي هعمله مش معاكم. وانا بقى مش عايزه كميه ايه، يعني ايه مش هعمل ده كلاته بقى، ده ما شاء الله انا كنت عامله كميه كبيره. بس انا بديكي المقادير اللي هي إيه. لو عندك 2 كيلو بس زبده هتعملي فيهم ايه؟ تحط لهم ايه؟ تحمصي المرته وتحط لهم كيلو واحد لبن حليب وتسيبي على النار هاديه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل المش ده 2 كيلو لبن بقر رايبين، انا روبتهم وهضربهم بالهاند بلندر معاكم دلوقتي، وبعدين هقوم حطاهم على المرته علشان اعمل مش. احط بقى المرته بتاعتي على بعضها. انا ايه بس يا جماعه كمان انا تاجره او او ده مشروعي، يعني بيبقى عندي اكتر من حاجه، فانت ما تخيليش نفسك، اللي عندك اعملي بوه. يعني انت مثلا ما تشوفي حلتين دلوقتي، ما انا عامله مره ومره عادي، اللي عندي بعمله عشان ما يخسرش. حطيت اللبن الرايب بعد ما عملته بالهاند بلندر زي ما انتم شفتم، وهعمله مش بقى معاكم اهو. خطوات سهله وبسيطه، يا رب الفيديو يكون واضح. ولو انتوا عايزين نعيده لكم 1000 مرة، هي شغلتي انا، ممكن اعمله لكم كل يوم، مفيش اي مشكلة عندي يا حبايبي، المهم يكون واخدين المعلومة صح و100%. ده شوية خض كمان انا غليتهم عشان ايه، ازود بيهم يعني. ده خض ما تقلقوش خالص، هو الحكاية كلها خض. لو ما عندكش خض حطي ايه، لبن بقر. ده للمرتة المش حط له لبن بقر يكون رايب عشان يبقى ايه، لافف معاكي وحلو كده، يكون ايه القوام بتاعه كده ايه، مظبوط. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. ادي حته جبنه اهي، لا دي حته زبده، دي حته زبده. طبعا المرته لما بتبرد بتطلع الزبده بتاعتها على الوش كده، وانا حطيتها دقيقه كده على النار على البوتاجاز اهو، علشان الزبده تفك معايا كده وما تبقاش مكتله، عشان تبقى ايه قدامكم حلو واعرف اشتغل فيها يعني. اهو حطيت اللبن الرايب على المرته مفيش مشكله، حطيت كوبايه ملح، عايزه تزودي زودي، حطيت شطه ناشفه كده، قرون ناشفه، وهيبقى عندي كمان شطة بردك ناشفة بس يعني ناعمة، وقرنين بس شطة من اللي هي الشطة الصحيحة، قرون شطة بلدي رومي ولا بلدي مش عارفة ايه يعني، المهم. وزي ما انتوا شفتوا حطيت الشطة الحمراء وقلبت، بس بقى معايا مش واحلى مش كمان في الدنيا. شايفين المش لونه عامل ازاي؟ ده يتقال عليه اصلا خميرة من دلوقتي. بصوا ده المش الصح يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شفتوا المش تحفة تحفة، وريحته جميلة، وفي سمنته بقى، وفي يعني مش حلو يعني، مظبوط 100%. ده ايه؟ ده مش خميره بقى من عندي. بصوا اللي انا عاملاه دلوقتي والله احسن من القديم اهو، شايفين الفرق بجد. بس طبعا الخميره ده يعني ايه، طبعا مش داير يعني، مش دار مره واتنين اهو. ده بقى ببيعه كده زي ما هو كده، اللي عايزه 2 كيلو اللي عايزه 3 كيلو. في حته جبنه اللي جديده نزلت من البرطمان اللي انا بفرغ منه المش اهي، هسيبها كده في جنب لوحدها يعني. وهوريكم المش، الحتت اللي كانت في المش اصلا القديمه دايبه وزي الفل، ملمسها حنه اهو. الخطوات مظبوطه 100% يا جماعه، ومش عايزاكم تلخبطوا نفسكم، والله هو اسهل حاجه ومشروع مربح جدا يعني. لو تعملوا مشروع ما شاء الله ربنا يكسبكم كلكم وربنا يرزقكم من وسع. حطوا لي لايك بقى في الفيديو، الناس يقول لكم من الاول يا جماعه، حطوا لي لايك عشان في ناس كتير قوي بتطلب الفيديو ده مني. دي المرته الغامقه اهي يا جماعه، دي المرته الغامقه اللي انا وريتها لكم دي للمش، هي تنفع مش واكل، بس في ناس بتحبها ايه غامقه شويه للمش. والمرته اللي هي للاكل انا هوريها لكم حالا برضو، علشان وفرغتها لكم كده في طبق حلو علشان تشوفوها، اللي هي بتاعت الاكل برضو ايه، ما بتكونش قرصه عليها قوي. شايفين ما شاء الله. هنا بقى عملت 2 كيلو زبده تانيين، جالي حد عايز 2 كيلو زبده متسيحين، قلت اعملهم علشان اعمل لكم بقى ايه المرته اللي هي اللي هي للاكل. بصوا انا عملتهم اهو، بس طبعا خدوا وقت يعني، انا ده تجميع اسبوع والله ويمكن اكتر كمان. ده المرته اللي هي بتاعه الاكل، انا هسيحها لكم، هوريها لكم الاول وهي كده متماسكه في وعاء اهو زي ما انتوا هتشوفوها، او في علبه تلاجة. انا بوريها لكم كده في الحله ليه؟ لان انا يعني خلاص سبتها هديت وطفيت عليها ووريتها لكم في الحله زي ما هي. انا هحطها دلوقتي في علبه تلاجة وانتوا هتشوفوها،
وهتشوفوا حلاوتها برضه ومعاكم. ده بتبقى إيه للأكل بقى، بتبقى جميلة أوي، يعني بتاكليها وكمان لمّا تاخدي كده معلقة وتسخّنيها كأنِّك يعني بتشمي ريحتها من أول وجديد. بسم الله ما شاء الله بتبقى جميلة جدًا، ريحتها بتبقى طالعة، ريحة السمنة البلدي فيها خطيرة، زي ما أنتم شامين دلوقتي ريحة السمنة، ريحة السمنة في قلب المِش. دي إيه، دي عُشبة كده بتبقى خشبة كده أو حتة شجرة، بتبقى بتيجي من العطار يا جماعة علشان الدود والسوس والحشرات بتاعة المِش دي، بتمنع أي حاجة، وطبعًا صحية 100% أحسن من البودر اللي هو بيتحط في المِش. أهو زي ما أنتم شايفينها كده، بتحطها كده في البلاص أو بتحطها في الجرة أو في البطرمان أو البرطمان زي ما أنت عايز. دي الزبدة دي المُرتة بتاعة الأكل أهي، ناعمة وجميلة. أنا حاطّاها لكم كده دلوقتي ولسه هاسيّحها لكم كمان شوية، يعني هاسخّنها. بُصّوا أنا عايزة أورّيها لكم وهي كده إيه، بردت. دي لمّا بردت بُصّوا عاملة إزاي، عاملة كده حاجة يعني مش عارفة أوصفها بجد، ريحة وطعم خطير، خطير، خطير. هاسيّحها دلوقتي حالًا ويعني هاخلّيها تفُك كده وهافضّيها لكم كده في وعاية تانية عشان تشوفوها برضه هي إيه، وهي سايحة بيبقى شكلها إيه. جميلة بجد، الغاموس ديّة حلوة زي ما قُلت لِك أهي. بسم الله ما شاء الله، والله يعني أنا مش عارفة أوصفها لكم بجد، طعمة وجميلة أحسن من الجبنة الحادقة وأحسن وملحها هادي وجميلة أوي. أدي شكلها يا جماعة وده منظرها، وزي ما أنتم شُفتم الفيديو سهل جدًا وبسيط أهو، الخطوات كلّها قدّامكم زي الفل. المِش ما فيش فيه خطوات وتطلّعي مِش ما فيش، بسم الله ما شاء الله تحسّي إن هو خميرة أصلًا. المُرتة سهلة جدًا، بتسيّحي 2 كيلو زبدة والم ال ال المُرتة بتاعتهم، يعني بتحطّي لهم 2 معلقتين ملح لكل كيلو المُرتة بتاعتهم، بتحمّصيها وبعد ما تحمّصيها يا بتحُطّي عليها الخَض، يا بتحُطّي لها إيه، لبن بقر، ما فيش أي مشكلة، وبتسيبيها على نار هادية لحد ما تبقى بالقوام اللي أنتِ شُفتيه ده. هي قبل ما تجمد كانت كده، كانت زي ما أنتم شُفتوها كده في الطبق دي أهو، زي المهلبية اللي أنتِ لسه بتغرفيها، لكن لمّا بتبرد بتجمد بقى. يا رب يكون الفيديو فاتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. بالله عليكم حطوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان إن شاء الله يوصلكم مني كل جديد. ولو عوزتوا أبقى أعيد لكم الفيديو تاني أعمل لكم فيديو جديد ما فيش أي مشكلة. إن شاء الله انتظروا بقى الفيديو اللي بعد كده، يمكن اللي بعده أو يعني المهم حلقة كمان هاعمل لكم الجبنة إن شاء الله في المِش اللي أنتم شايفينه ده. هاضبّط الجبنة بقى وهاحطها لكم بقى في المِش يبقى فيديو إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.